بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي متابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بسلام وبصحة جيدة ان شاء الله، وبسلام يا رب دايما. واتشرف بيكم وبتنور بيكم في قناتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالوا نشوف هنعمل أكل ايه النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل أكلة بسيطة كده. لوبيا اللي هي بتبقى حبايتها مفيش في نقطة سمرة، مش فيها كبيرة قوي. لازم ننقع البقوليات دي. لازم ننقعها أقل حاجة 7 ساعات. ولازم علشان ما تبقاش فيها أضرارها أكتر من نفعها. ولازم إن شاء الله كده بإذن الله ماشية معاكم خطوة بخطوة. أنا كنت نقعها في مية سخنة علشان تلحق تعمل معايا. غسلتها الأول بمية ساقعة كويس، وبعدين نقعتها في مية سخنة فترة شوية. تمام حبيبي أصحابي. دلوقتي نقعتها، دلوقتي هسلقها بقى معاكم. نقعتها الفترة اللي أنا عايزة أنقعها فيها، لما حسيت إنها كبرت وزادت شوية. هسلقها دلوقتي في مية بملح بس مش أكتر. ده انا كنت علقت على اللحمه بتاعتي. وتعالي نعاير الصينيه بتاعتي، الطاجن بتاع الرز المعمر بتاعي اللي انا بعمله. بقول لكم شايفين لازم يكون ناقص كده، بقيسه ازاي؟ شايفين بصوابع عيني بقيسه ازاي؟ اهون بوريكم اهون عقلتين من الصابع، عقله ونص كده. عايرت الرز وبولع الفرن. انا لسه هغسله، خلي بالكم انا لسه ما غسلتش الرز. وبولع الفرن علشان الفرن يبقى ساخن شويه قبل ما احط الرز فيه. تمام. صلوا وسلم معايا على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين. يلا نغسل الرز سوا. اللي ما يعرفش قناتي، انا يوميات هبه، انزلوا دلوقتي اعملوا لي اشتراك في قناتي فضلا وليس امرا. وفعلوا الجرس واعملوا لايك. بتشجعوني اكبر معاكم، واشوفكم واسمعكم واحكي معاكم. بحب كده يعني ان اقعد احكي مع اصحابي متابعيني الناس. يا رب اكون عند حسن ظنهم، يا رب كده اكون فخورة بيهم دايما. ربنا دايما يديم المعروف يا رب العالمين. ده دلوقتي بحط زيت. الزيت ده بيساعد على فرفرة الرز المعمر. ودي زبدة وقشطة. دي قشطة، قشطة اللي هي بتاعت وش الحليب. لما بتبقى عندي وبعمل حليب عشان نشربه كده او اسقي الاولاد حليب، بشيل الوش بتاعه فبحطه في الفريزر. فطلعته كده، حطيت على الرز منه، بيبقى جميل جدا وبيعمل وش جميل قوي. وممنعش انك تحطي اللبن، لازم تحطيه بردك، الحليب بتاعك تحطيه بردك بالوش بتاعه، بيبقى جميل بردك، بيديله طعم جميل كده، بيعزز الطعم بتاع الرز المعمر. وهنزوده ميه او شوربه بس على ما شويه اللبن اللي هو يشربهم وينشف. لازم ازوده، لان انا بردك صينيتي لازم عيارها يبقى اتقل من كده، اكتر من كده. الحوض كان فيه طبقين هنغسلهم سوا. معلش بقى يا جماعه، تشجعي كده، خلي ايديكي هنا وايديكي هنا وانت شغاله كده وبتعملي كده كده. دي حاجه على النار هتاخد وقتها، وانتي كده كده هتقفي قدام حاجتك على النار تعملي ايه؟ تقومي لو في طبق متسخ تقومي غسلاه. لو في حاجه على الرخامه تقومي مسحاها. تمام. النظافه جميله برضك والشجاعه حلوه، تتشجعي كده وتتنشطي. انت كده كده ساعه ما بتخشي المطبخ كده كده اي حاجه لازم هتبقى في المطبخ مقضيه مقضيه. فايه، خلصي واعمليها على طول وخلاص. صلوا وسلم معايا على شفيعنا حبيبنا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلاة النبي تطرح في ايدينا البركة، يطرح في حياتنا البركة، تطرح في اولادنا البركة، تطرح في بيوتنا البركة. فخورة جدا بمتابعيني اللي بيزيدوا معايا وبيكبروا وبكبر معاهم. ومش عارفة ليه في ناس كده بتمسح ال- المتابعة تاني. بتبقى مثلا مش عارفة ده من اليوتيوب ولا ده من ايه بالظبط. حبايبي اصحابي شجعوني. اتمنى يا رب كده اللي ما يعرفش قناتي يعرفها، واللي عارفها يعرف غيره، عشان نكبر وعشان تبقى عيلة نكبر نبقى عيلة كبيرة جدا ان شاء الله.
وانا فخوره جدا بمتابعيني، ويا رب يديمهم نعمه في حياتي يا رب العالمين. دلوقتي انا حطيت الحله علشان اعمل الخضار اللوبيا اللي انا سلقتها معاكم. دلوقتي حطيت معلقه سمنه، معلقه زيت صغيره، ومعلقه سمنه بسيطه، وكان عندي حتت دهنه كده من اللحمه حطيتها. دلوقتي بشرت بصلايه صغيره، ورحت انا صفيت اللوبيا اهيا وحطيتها في البصله. شفتوا الطريقه دي بتعزز طعم الخضار بتاعي، بتخلي طعم الخضار له نكهه وله طعم كده. ودي معلقه توم، فصين توم كده او 5 فصوص توم مدقوقين. انا قلت لكم انا مفرزره التوم، لما يجي ان شاء الله موسمه هوريكم بعمله ازاي. ده الفرن، الرز دلوقتي في الفرن بوريهولكم. كان عندي بطاطتين كده بسلقهم معاه. طبيخ الخضار بتاعه هو نشف، الصلصه بتاعته نشفت، اقوم بدل ازوده بقى احط اللحمه بتاعتي فيها. انا بحب ايه، احط اللحمه كده. في ناس عندنا بيحبوا اللحمه في الطبيخ، وفي ناس بتبقى عشان تبقى ايه شاربه من الصوص بتاع الخضار، وفي ناس بيحبوها في الشوربه. شوف قابلني ورقه الراوله شلتها، بوريكم دي ناقه حطيتها في اللحمه علشان تطيب بسرعه، علشان اللحمه بتاعتي طلعت كبيره ودوختنا على مطابط. فما شاء الله ماما قالت لي حطي ناقه في ناقه بلحه اللي هي التمره اللي بناكل في رمضان ده. رحت حاطه الناقه دي. الرز بوريهولكم اهو طلع من الفرن وكان شكله جميل ومفرفر ازاي. نغرف بقى اكلنا، واللي ما عملش لايك لغايه دلوقتي ينزل يعمل لايك. اتشرف بيكم في قناتي دايما، اتنور بيكم يا رب. وكل اصحابي اللي من العراق واللي من المغرب واللي من هنا وهنا، بتشرف بيكم جدا جدا وبتنور بيكم في قناتي. يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب، ونكبر سوا دايما ان شاء الله، وتشوفوا كل افكاري وكل اكل المصري بتاعي. وبألف هنا، وتفضلوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله.